في الفيديو ده انا هقول لكم ازاي تعمل محتوى جيمنج من الصفر لحد ما تتشير وتوصل لل100,000 والمليون مشترك. هقول لك على شوية اسرار محدش هيقول لك عليها في اليوتيوب، وغالبا بنسبة كبيرة ابحث في اليوتيوب هتلاقي ان فكرة الفيديو ده مش موجودة خالص على اليوتيوب. هنتعلم في الفيديو ده كل حاجة حرفيا من اول فكرة المحتوى وازاي تمنتج وازاي تعمل صورة مصغرة وازاي ترفع الفيديو على اليوتيوب وتكتب كلمات مفتاحية وعنوان جذاب وتجيب مشاهدات عالية. فيلا بينا نخش على الفيديو على طول، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في فيديو جديد. طبعا انا ما نزلتش بقى لفترة، بس يعني الفترة اللي فاتت دي كنت مشغول كتير، فكنت بعمل كذا قناة وعايز اعمل لكم افكار ما كنتش حد عملها على اليوتيوب قبل كده. فباذن الله استنوني الفترة الجاية انزل فيديوهات، كلها فيديوهات مش موجودة على يوتيوب، فيديوهات هتبقى اول مرة تسمعها مني انا، فيديوهات انت نفسك اصلا بتدور عليها من بدري ونفسك تلاقيها. محتوى الجيمنج. محتوى الجيمنج خلينا نقسمه لكذا حاجة. اولا نوع المحتوى، ثانيا المطلوب للمحتوى، ثالثا المونتاج، رابعا الصورة المصغرة، خامسا وهي ان انت تنشر الفيديو على يوتيوب. تعال نبدأ واحدة واحدة. ازاي تعمل المحتوى؟ تحديد نوع المحتوى. يعني ايه تحدد نوع المحتوى؟ بص، محتوى الجيمنج فيه اكتر من نوع. اولا الجيم بلاي، وده بتصور نفسك وانت بتلعب، سواء ان انت بتشرح او ان انت بتجيب متعة للمشاهد، اللي هو المشاهد بيحس بمتعة وهو بيتفرج عليه. تاني حاجة تحديات، مثلا انك تعمل تحدي في اي لعبة، مثلا انك تلعب مثلا جيم مثلا بابجي او حاجة من غير سلاح معين، مثلا انك تلعب جيم فيفا من اللعيبة كلها كل واحد مش في مركزه، بتلعب ايه فوتبول بنفس النظام، وهكذا. تعمل تحديات تكون غريبة بالنسبة للناس، وتحديات تكون قليلة على اليوتيوب وفيها فكرة صايعة. تجارب ومراجعة الألعاب، النوع ده انت بتجرب ألعاب جديدة، أي لعبة جديدة تنزل تبدأ ان انت تاخدها تجربها، عشان وحاول ان انت تبقى اول واحد بتجربها، وبعد كده بتبدأ ان انت تقول رأيك في اللعبة دي. محتوى تعليمي. المحتوى التعليمي هو عبارة عن انت بتعلم الناس ازاي يلعبوا اللعبة دي وازاي يوصلوا من النوب للاحتراف ويبقى لاعبون محترفين في اللعبة. الترندات والميمز. الترندات والميمز دي عبارة ان انت بتشوف الالعاب الموجودة ترند وتبدأ ان انت تلعبها، وحوار الميمز اللي هو تجيب لقطات مضحكة من الالعاب مثلا وتبدأ ان انت تعمل رياكشن عليها، او تجيب فيديوهات مثلا تحدي الضحك وكده وتبدأ ان تعمل برضو رياكشن عليها، وتحط عقاب مثلا ان انت لو ضحكت تحصل كذا، وهكذا. يعني اللي احنا بنشوفه في اليوتيوب. سيرفرات مع المتابعين، والنوع ده هنخليه لبعد كده، ما تعملوش في الاول، خليه بعد كده لما تتشهر مثلا ان شاء الله، يعني ابقى اعمله. وهو عبارة عن ان انت تبدأ تعمل سيرفرات انك تلعب مع المتابعين لايف، تفتح لايف مثلا على كيك او تويتش، وتبدأ ان انت تلعب مع المتابعين بتوعك. دي كده انواع المحتوى. بص، جيم بلاي، التحديات، الترند والميمز، انا شايف ان ده عبارة عن محتوى لوحده. يعني التلاتة دول ممكن تعملهم في المحتوى بتاعك، انما ما تعملش كل الانواع اللي انا قلت لك عليها دي في فيديو في قناة واحدة. لا، الحاجات المحتويات اللي انا قلت لك عليها دي بيتقسموا. يعني مثلا ممكن تعمل محتوى القناة بتاعتك يكون جيم بلاي وتحديات وترندات وميمز. ممكن تعمل المحتوى بتاعك بالنوع التاني اللي هو تجارب الالعاب والمحتوى التعليمي، وانك تعمل برضو جيم بلاي. فشوف انت، ابدأ نقي انت عايز تعمل ايه. كل محتوى وليه اسراره وليه حاجات. اللي محتاج يسألني على حاجة مثلا عن اي نوع محتوى من الانواع اللي انا قلتها دي يقول، ولكن اهم حاجة حدد في الاول انت هتعمل ايه. لازم تحدد انت هتعمل ايه، ولازم تحط اهداف فيما بعد انت عايز توصل لايه. تاني حاجة وهي المطلوب للمحتوى. اولا لازم كمبيوتر، وش بنسبة كبيرة جدا لازم كمبيوتر او لابتوب. في ناس بتعمل محتوى كامل من غير كمبيوتر عن طريق الموبايل بس، وده هقولك ازاي تعمله. وفي ناس بتعمل محتوى عن طريق الكمبيوتر بس، وده هقولك ازاي تعمل. في ناس بتعمل عن طريق الكمبيوتر والموبايل، وده برضه هقولك ازاي تعمله. خلينا اولا في محتوى الموبايل. محتوى الموبايل تبدا انت تنقي العاب موجوده على الموبايل، واشهرهم واللي انا هقولك عليهم وتبدا بيهم: اي فوتبول، اف سي موبايل، هايد اونلاين، بابجي موبايل، ليجند موبايل. اولا حاول ان انت تبدا بالالعاب دي، والالعاب دي كلها موجوده على الموبايل، ولكن هتحتاج جهاز قوي حبتين. لو انت جهازك كويس ابدا صور وابدا بالالعاب دي. طب هتقول لي ليه ابدا بالالعاب دي؟ هقول لك انا عن تجربه شخصيه. لازم لما تيجي تبدا القناه تبدا بالعاب شهرتها عاليه، ودي اشهر الالعاب اللي موجوده على الموبايل، واللي واخده ترند رقم واحد في الوطن العربي دلوقتي، او واخده ترندات اللي هي الاوائل يعني في الوطن العربي. لان اكيد اللي هيشوف
اكيد اللي هيتفرج هو ما يعرفكش، فاكيد ممكن يخش يتفرج مثلا على اللعبة، هو عايز يتفرج على فيديوهات للعبة فيخش يتفرج، او انت مثلا تنزل تحدي جديد عن اللعبة فهو عنده زي ما تقول كده فضول يعرف ايه اللي هيحصل فيخش يتفرج على الفيديو. انما لو انت بدأت في الاول بلعبة مش مشهورة، زي مثلا انا كنت منزل فيديو مثلا عن لعبة بيك، الفيديو ده انا نزلته هو وفيديو تاني عن لعبة ريبو، انا منزل الفيديوهات دي عشان كنت عايز اعرف حاجة معينة في دماغي، فعلا عرفتها. انا نزلت لعبة بيك، ولعبة بيك لعبة اصلا مش مشهورة قوي، هي مشهورة وسط الجيمنج بس، ولكن هي مش مشهورة قوي، واللعبة مش ممتعة، يعني بالنسبة للمشاهد اللعبة مش ممتعة. ايه يعني بتتسلق الجبل، ما فيش اي متعة فيها للمشاهد، ورغم ذلك الفيديو يجيب 75 مشاهدة رغم ان القناة عليها 25 مشترك بس. فعشان كده انا جاي اقول لك اعمل بالالعاب بالترند الاول عشان تجيب مشاهدات، ويبدأ انت تتعرف، بعد كده اعمل اي لعبة تانية. بالنسبة للكمبيوتر بس، في العاب كتير جدا على الكمبيوتر، اهمها طبعا لعبة ريبو، دي معروفة جدا. اف سي لو انت جهازك حلو طبعا وامكانياته عالية، تلعب اف سي على البلاي ستيشن، ودي بتجيب فيديوهات عالية، سواء بقى مهنة لاعب، مهنة مدير فني، ان انت تمسك مثلا تخش على الالتيميت تيم تعمل درافت وهكذا. اي فوتبول برضه على الموبايل، تفتح باكات، تعمل تحديات، تحاول توصل رانك 1 في الاونلاين وهكذا. اما الموبايل والكمبيوتر طبعا انت ابدا نوع بقى، فيديو هنا وفيديو هنا، او فيديوهين كمبيوتر وفيديو موبايل، ولكن خليك في العاب الكمبيوتر اكتر، لان العاب الكمبيوتر واخده ترند عالي، وغير كده الجرافيك فيها بيبقى اعلى بكتير من العاب الموبايل. كده انت هتحتاج حاجه، كده انت هتحتاج التالي: اول حاجه جهاز يشغل الالعاب بدون تهنيج، سواء موبايل او كمبيوتر او لابتوب. تاني حاجة هتحتاج كاميرا فيس كام، وكاميرا الفيس كام دي لو انت بتصور من لابتوب فاللابتوب بتاعك هيبقى فيه فيس كام، ممكن تبدأ بأي فيس كام عادي جدا. ولو انت لو انت كمبيوتر ممكن تعمل الموبايل بتاعك فيس كام. ازاي؟ ابحث عن يوتيوب ازاي تعمل الموبايل بتاعك فيس كام، وهيجيلك اكتر من فيديو، اتفرج عليه واعمله. ولو انت موبايل سهل جدا عادي تصور بأي موبايل تاني مثلا، او بنفس الموبايل عادي جدا. هتحتاج بعد كده مايك يكون صوته نقي، وانا لما وانا بنصحك بمايك زي البي ام 800، هو ده سعره عالي حبتين من 700 ل1000، او البويا ام 1 واللي سعره من 250 ل 350 جنيه. او ان انت تجيب لك اسهل واوفر سماعة هيدفون، ودي هتقوم لك بحاجتين: السماعة والمايك. تالت حاجة معانا بقى وخلينا نخش عليها، وهي التصوير. هنصور ازاي؟ زي ما انت شايف كده، ده برنامج او بي اس، برنامج او بي اس، وده اللي انا بصور بيه، وده برنامج مشهور جدا. ازاي هتبدا تصور؟ اول حاجه هتفتح البرنامج عادي، وهتبدا ان انت تدوس هنا على علامه الزائد، وزي ما انت شايف انا حاطط الديسبلاي كابتشر. الديسبلاي كابتشر ده وهو بيصور الشاشه كلها، اي حاجه بتظهر على الشاشه هو بيبدا يصورها. تاني حاجه وان انت ممكن تحتاجها واللي هي الجيم كابتشر، بتبدا تدوس تبدا تدوس على زي تدوس عليها، وبعد كده تدوس اوك، هيبدأ يظهر لك. هتيجي هنا تختار ايه؟ تختار تاني واحدة واللي هي سبيسيك. هتدوس هنا، هتبدأ انت تدوس هنا، هيقول لك عايز ايه، عايز تصور اني فول سكرين ابلكيشن، اي ابلكيشن يكون فول سكرين، ولا تصور الابلكيشنات اللي هي موجودة في الويندو، ولا تصور اللي هي موجودة في الفور جراوند في الويندو. انت مثلا خليك في الويندو احسن لان بيديك جودة اعلى، وبتختار الويندو بتاعك. مثلا انا فاتح هنا موقع كانفا، ممكن تختاره عادي جدا. تمام. طبعا هو هنا هيقول لك ان البتاع ده مش موجود في الويندو، فلو جيت هنا كده وعملت ويندو ورجعت هنا تاني كده ودوست على كانفا، هيبدأ يظهر لك هنا اختار اللي انت عايزه. مثلا هنا انا اخترت اكس بوكس، هيبدا ان هو يظهر لي الاكس بوكس. ودي ميزتها في ايه؟ الجيم كابتشر ميزته في ان هو بيصور الويندو بتاع اللعبة بس، ما بيصورش اي حاجة تانية. سواء انت بقى بدأت ان انت فتحت اي حاجة تانية غير اللعبة، طالما اللعبة مفتوحة بيبدأ يصور اللعبة وبس. طبعا لو حبيت تمسح اي حاجة بتدوس عليها كده، وتدوس على علامة ديليت في الكيبورد وتدوس على يس. تاني حاجة تحتاجها وهي الفيديو كابتشر ديفايس، هتدوس عليها وهتبدأ انت تدوس اوك. هتبدأ بعد كده تختار، طبعا انا قافل الكاميرا لان انا عندي الفيس كام، فهتبدأ انت تدوس هنا وتختار الديفايس، سواء بقى انت عامل فيس كام عن طريق موبايلك، او ويب كام عن طريق موبايلك، او ان انت عامل ويب كام من اللاب بتاعك.
هتبدا بعد كده بعد ما تختار تبدا تسيب كل الاعدادات زي ما هي وتدوس على اوك. بعد ما تدوس اوك هتلاقي ان الصوره ظهرت. طبعا هي هتظهر لكم في التصوير فحاولوا بقى تستحملوا. لو انت اتفرجت على الفيديوهات بتاعتي فهتلاقي ان انا كنت عامل الفيديو على شكل دورية، الفيس كام على شكل دوري. دي هتعملها ازاي؟ هتحدد هنا على الفيديو كابتشر ديفايس بتاعك وهتدوس على فلتر، وهتيجي هنا على الافكت فلترز وتدوس زائد وتدوس ايمج ماسك. بعد كده هتدوس على اوك. هتيجي هنا على اول واحدة اللي هي الفا ماسك، هتعملها الفا ماسك الفا تشانل. بعد كده هتدوس على براوز، وده الفيس كام الويب، وده الويب كام سيركل، واللي هسيبهولك في الرابط ولا هسيبهولك في اول تعليق مثبت. تبدا انت تدوس عليها كده وهتلاقي اتعملت معاك دوريه. بس هتدوس على كلوز وزي ما انت شايف معموله دوريه. تبدا بقى تكبر تصغر براحتك. برنامج او بي اس تقدر ان انت تعمل بيه اكتر من حاجه. تقدر ان انت تعمل بيه ريكورد، تدوس على ستارت ريكورد هنا يعمل ريكورد، او ستريمينج او اللي هو لايف. طبعا لو حبيت تتوسع فيه اكتر اكتبوا لي في الكومنتات وهشرح لكم برنامج او بي اس بالتفصيل الممل. رابع حاجه وهي المونتاج. هنعمل مونتاج ازاي؟ بص يا صديقي، اولا عايز تعمل مونتاج، 3 برامج هم اشهر 3 برامج لمونتاج الجيمنج. اولا واولا ادوبي بريمير، وطبعا لازق فيه الافتر افكت. ادي اول برنامجين، ادوبي بريمير، افتر افكت. ودول انا عن نفسي اتعلمتهم في خلال يومين بس او يوم واحد كمان. بص، فكرة المونتاج هي فكرة إبداعية. يعني أنت بتبدأ إن أنت بتتعلم الحاجة وتبدع بعديها. فأنا شغلت دماغي، بدل ما تبدأ إن أنت تاخد كورس وتتعلم حاجة حاجة، لا أنت في الأول ابدأ إن أنت تاخد أساسيات البرنامج. يعني أنا خدت أساسيات الأدوبي بريمير ساعة ونص الفيديو، وأخدت أساسيات الأفتر إفكت برضو كان فيديو ساعة وربع أو ساعتين إلا ربع. وبدأت إن أنا أطبق على أي فيديو أنا مصوره، سواء فيديو للقناة الجيمنج أو فيديو للقناة دي. ويوم ما أنا أبدأ أحتاس في حاجة، أبدأ إن أنا أرجع تاني أشوف أبحث على اليوتيوب إزاي أعمل الحاجة دي وأتعلم وهكذا. ودي طريقة تعليم اتعلم بيها لأنها هتفيدك جدا جدا جدا. بدل ما تبدأ أنت تضيع وقت تتفرج على فيديوهات كتير، لا ابدأ بالطريقة دي، اتعلم أساسيات وبعد كده ابدأ طبق. عاوز تعمل مثلا حاجة جت في دماغك فكرة عايز تعملها، ابحث عنها على اليوتيوب ازاي تعملها. البرنامج التالت هو برنامج كاب كات، وده برنامج اسهل بكتير جدا من ادوبي بريمير. برنامج كاب كات برضو ليك كورسات كتير، اتعلم برضو الاساسيات لان انت مش هتحتاج فيها غير الاساسيات. وابدا ان انت طبق، والحاجه اللي تقف قدامك ابدا اتعلم على اليوتيوب، ابحث على اليوتيوب ازاي تعمل الحاجه دي. لو حابين، طبعا في كومنت دون اقترح عليا ان انا اعمل لكم سلسله مونتاج، ازاي تعمل مونتاج من الموبايل وازاي تعمل مونتاج من الكمبيوتر. فان شاء الله هبدا انزل السلسله دي من الفتره الجايه. وعلى فكره انا بشوف كل كومنتاتكم وكل طلباتكم اوامر ان شاء الله. فالفكره دي فكره الكومنت ده هتبدا الفتره الجايه، وهنبدا ان احنا نعمل سلسله تقييم مونتاج المتابعين، وهعمل لكم كل طلباتكم باذن الله، ما تقلقوش. بعد المونتاج الصورة المصغرة. والصورة المصغرة انا بستخدم طريقة هي ممكن تقول ان هي سهلة جدا جدا جدا. ازاي نعمل الصورة المصغرة؟ انا عملت الصورتين دول بتوع الفيديوهين اللي عندي عن طريق برنامج كانفا. ما تستغربش، انا عملت بكانفا مش بالفوتوشوب، لا. طب ازاي؟ اول حاجة هتفتح كانفا زي ما احنا شايفين كده، وتبدأ تدوس هنا على صورة مصغرة يوتيوب. هيبدأ ان هو يفتح معاك مشروع جديد، وهتبدأ مشروع على بياض. حلو، هتعمل ايه؟ مثلا انا هعمل صوره مصغره عن لعبه كار فور سيل، ودي لعبه عباره عن ان انت في سوق عربيات وتبيع عربيات وتتاجر فيها وهكذا، معرض عربيات بمعنى اصح. هاجي هنا واعمل زائد، وخلي بالك انا فاتح مايكروسوفت ايدج مش فاتح الجوجل كروم. وهبدا هنا في ابحث عندي عن اللعبه. بعد ما تبحث عن اللعبه يظهر لك النتائج. دلوقتي هتيجي هنا على الايمج، هيبدا يفتح معاك صفحه جديده. بعد ما يفتح معاك الايمج ابدا نقي صوره تكون كويسه. مثلا انا هختار الصوره دي. اول ما تدوس ما تحملش، لا استنى لما الصوره توضح معاك بالشكل ده، وبعدين تدوس كليك يمين وسيف ايمج از، ودوس على كلمه سيف. بعد ما تعمل سيف هتيجي تسحب الصوره كده وتروح على التصميم بتاعك في كانفا وارمي الصوره كده يا معلم.
بعد كده هتبدا انت تدوس كليك يمين وهتدوس على تعيين الصوره كخلفيه. بس طبعا هو زي ما انت شايف كده بيحمل الصوره، فمش هيرضى دلوقتي، لازم لما الصوره تحمل. هتستنى لما الصوره تحمل وبعد كده تدوس على كليك يمين وتعيين الصوره كخلفيه. دي كده اول حاجه عملناها. زي ما انت شايف الصوره بكواليتي عاليه جدا، فول اتش دي ما شاء الله. ادي اول حاجه جبنا الصوره. تاني حاجه وهي الخط. مثلا هكتب هنا معرض السيارات، حلو، فهاجي هنا عند نص وهدوس اضافه عنوان، وهبدا ان انا اكتب مثلا معرض واكتب كل كلمه لوحدها. بعد ما بدات اكتب الكلمتين اجي عند اول كلمه وهبدا ان انا اختار الخط بتاعها. مثلا انا بحب الخط ده واللي هو شخابيط. ابدا ان انا هجيبه هنا كده وهكبر، امسح دي كده. مثلا ممكن اعمل تكرار ليها كده، هندوس ان الت وهبدا ان انا اسحبها هنا كده وانزلها تحتيها بالشكل ده. احاول ان انا الزقها قد ما اقدر. وبعد كده هبدا ان انا ادوس على اغير الكلمه التانية السيارات. بعد كده هطلع لي اللي فوق، طلعها فوق شويه، وهبدا ان انا هاجي هنا على وهبدا ادوس عليها وهختار اللون. تختار اللون اللي هو ايه، تختارش اي حاجه من الالوان دي. انت دوس هنا وهات الابيض بس غمقه سن، اللي هو رمادي بس ابيض، ايوه بالمنظر ده يعني، مش ده. ممكن تختار ده، ولكن انا عايزه افتح سنه، فابدا ان انا زي ما انا كده اطلع بيه لفوق سن. بس زي ما انت ممكن تاخد الكود ده وتكتبه عندك اللي هو اي 6 اي 6 اي 6. بعد كده هنزل على اللي تحت وهبدا ان انا اختار اللون بتاعها، وانا بحب اللون بتاعها يكون بني، فهاجي هنا كده اختاره برتقاني كده. اخترت اللون التاني واللي هو برتقاني. بعد كده هبدا ان انا ادوس على اول واحده وهبدا ان انا اجي هنا على كلمه التاثيرات، وهبدا ان انا اعمل المخطط، وده اللي هو بيعمل السلوك للبتاع، بيعمل لها اللي هو حواف من بره. وهبدا انزل لتحت واختار اللون البني. بعد ما اخترت اللون البني هبدا ان انا اكبر معايا بالشكل ده لحد مثلا، بس حلو قوي كده، لحد مثلا 185. طبعا ممكن تخليها 200 عادي جدا، خليناها 200. انزل اجي بعد كده الكلمه اللي تحتها وانزل لتحت سنه، وهبدا برضو ان انا اعمل لها ستروك نفس الكلام، التاثيرات مخطط، وهبدا ان انا اختاره يكون بني وهعمله على ال 200. طبعا زي ما انت شايف في حته هنا داخله، فابدا اسحب لتحت كمان. بس كده. الخطوه اللي بعد كده وهو ان انت هتيجي تدوس هنا على الادوات وتختار الرسم. بعد كده هتدوس على القلم وتختار اللون البني، وهبدا ان انا اكبر عن طريق الكنترول، تمام، واسحب كده على اليمين انزل لتحت، وهبدا ان انا املى الفراغات. طبعا هنا بتحدد السمك بتاع الفرشه عايزها قد ايه، خلينا مثلا كده، وهبدا ان انا املى الفراغات دي. تمام اوي كده. بعد بقى بدأنا ان احنا ملينا الاتنين. طبعا انا ممكن اعمل حركة ذكية وان انا اجي كده وانزل لتحت، وهبدأ ان انا اجيب القلم اختار اللون الرمادي وهشيل الحتة اللي هي البني اللي تحت دي بالشكل ده. كده خلصنا. تاني حاجة هنبدأ ان احنا بقى نجيب السلكت هنا ونقفل ده كده، ونبدأ ان احنا هنحدد عليها كلها وندوس على تجميع او كنترول جي كده. هو جمع لنا الكلمة كلها حتة واحدة، احركها في اي حتة انا عايز. حبيت تعمل تفكك بتدوس هنا على تفكيك العناصر. بس كده تمام. هبدأ ان انا اصغر الكلمة كده، وانا عايز مثلا اخليها هنا. الحاجة اللي بعد كده ان احنا هنبدأ ان احنا ندوس على بعد كده ندوس على العناصر. هتلاقي عندك حاجة اسمها التوصيات السحرية. هتبدأ انت تفتح التوصيات السحرية دي بالشكل ده، وهتدوس هنا كده وتنزل لتحت وتختار الدورية دي، او انت تنزل لتحت شوية او تختار الدورية دي. شوف انت عايز تختار ايه. مثلا انا هختار دي عشان تبقى لون برتقاني، وهبدأ ان انا اعملها كده، صغر شوية. بس هسيبها بالشكل ده. انا قللت الشفافية هنا ل 44 عشان اخلي الضوء ما يبقاش معمول. يعني انا مثلا بص لو عملته 100 هتلاقي الكلمة مش مظبوطة. هاجي هنا ادوس على 44 وادوس تمام. بعد كده هبدأ ان انا احددها برضو كلها كده،
وادوس على كلمة تجميع. كده الكلمة عندنا بقت باينة ولا كأنه فونت 3D. هاجي بعد كده هنا عند الأدوات العناصر، وهبدأ إن أنا هختار دي. هي فين؟ أيوه، هبدأ إن أنا أختار دي وهجيبها كده، وهبدأ إن أنا أصغرها وأحطها تحت الكلمة عشان تديني شكل 3D كده. هبدأ ان انا اجيبها كده. كده عملنا الشكل اللي تحت ده. لو احنا جينا مثلا شديناها كده، هتلاقي الكلمة واقفة عادية، انما لو انت جيت مثلا حطيناها هتحس ان في زي افكت 3D. ممكن تجيب دي تحت تنزلها تحت سنة كده، بس كده كده زي الفل، كأن الكلمة واقفة 3D حرفيا، واقفة على الارض. طبعا انا غيرت الخط اللي تحت اللي هو الاسود، خليته برتقاني عشان يليق مع الاضاءة وتبان ان هي حاجة واقعية. بعد كده هاجي هنا عند العناصر وهطلع لفوق وهجيب الشكل ده، وهبدأ ان انا اقلبه كده ل90 درجة، وهبدأ ان انا اكبره كده على الاخر. هجيبها كده وهبدأ ان انا اكبر ده بالشكل ده لحد ما يبقى عندي بمحاذاة الشاشة، وهبدأ ان انا انزله لتحت كده. هيعمل لي برضو افكت روعة. بس كده، دي كده الصورة معانا، ودي الصورة قبل، ودي الصورة بعد. طبعا انت فكرة ابداع، ممكن تحط صورتك هنا في الجزئية اللي هي دي، ابداعك انت بقى. انا حبيت اعمل صورة على السريع. تسجيل الصوت انت ممكن تعمله عن طريق حاجتين، ان انت تسجل عن طريق برنامج OBS، او ان انت تسجل عن طريق برنامج اوداسيتي. لو انت اتعلمته واتقنته هيطلع لك جودة روعة، لان هو عبارة عن برنامج هندسة صوت، وهو صعب حبتين، بس لو انت اتقنته فعلا واتعلمته هتطلع جودة صوت عالمية. ده كده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. انا حبيت اقول لكم كل التفاصيل، وعارف ان الفيديو طول مننا جامد، ولكن حبيت ان انا اقول كل التفاصيل في الفيديو. فما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك، وتكتب له عايز انزل ايه الفيديو الجاي، وما تنساش تكتب كلمة سر في الكومنتات محتوى جيمنج بالعربي. بس كده، سلام.